هاي يا حلوين، الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا حاسه ان الاضاءه مش حلوه قوي في الفيديو، حاسه ان هي مطفيه، وانا بجرب فونديشن جديد النهارده، فلو حلو هقول لكم هو ايه. انا حاسه ان هو غمقني شويه مع ان انا جايبه لون فاتح يعني، بس هو بيتاكسد قوي. هنجرب افتح البشوره كده، احلى صح؟ فيديو النهارده هيكون عن مشترياتي من جوميا. هوريكم ايه الحاجات اللي اخترتها من عندهم، ولو انت لسه ما جبتيش هديه لمامتك ليوم الام، او ما جبتيش هديه لنفسك وانتي ام، فالفيديو دوت هو الفيديو المناسب ليكي. عندهم حاجات حلوه وعاملين خصومات حلوه قوي الحاجات اللي عندهم. هو المفروض الفيديو دوت يبقى انبوكسنج، بس انا فتحت حاجتين بس من الحاجات اللي وصلت لي. فتحت البرفيوم اللي طلبته والقميص دوت اللي هوريه لكم. بالنسبه للقميص يعني هو مش باين في الكاميرا خالص، بجد الاضاءه ظلماه. هو افتح يعني، بصوا لو عملت كده تقريبا الالوان فتحت شويه. شكله تحفه وفظيع، ومن هو على الويب سايت كنت بختار حاجات من الابليكيشن وارجع اعمل لها ديليت، واختار حاجات تانية واعمل لها ديليت، بس ده اللي ما عملتوش ديليت ولا مره من كتر ما انا كان عاجبني قوي. القميص دوت اوريجينالي من محل اسمه ديفاكتو، متهيألي كتير منكم يعرفوه، ومن قسم الرجاله. طبعا هتستغربوا من الموضوع دوت، بس عادي انا بعمل كده كتير. لو مثلا مش لاقيه لبس حلو في قسم البنات، بروح عند قسم الرجاله واقعد ادور في سمول سايز، خصوصا في القمصان اللي زي كده، وخصوصا الحاجات يعني مش عارفه، حاسه ان هو لان انا بحب البس القمصان زي كده بتبقى مفتوحه وعلى بنطلون واسع، او ساعات على جينز كده، بحب استايلها بالطريقه ديت اللي هو الجينز البوي فريند جينز. بحس ان القمصان ديت بتبقى بيرفكت سايز، يعني هو شويه واسع بس مش واسع اللي هو انها مأساة يعني. طوله مناسب وكده. طبعا انا منزله الحجاب شويه كده عشان انا لابسه القميص الابيض دوت بالمقلوب، وفي التاج هنا هيبقى باين، فهو المفروض يبقى شكله كده يعني. هو الكاميرا ظلماه جدا، فهو بجد الكاميرا ظلمه لان هو لونه مش قامت قوي كده زي ما باين. الاضاءه ما فيش شمس النهارده، الشمس غايبه، بس شكله في الحقيقه تحفه. الوانه جديده، ما كانش عندي حاجه باللون دوت. تحسوا ان هي الوانه خريفيه شويه بس تحفه، وسعره كان تحفه، كان ب 160 تقريبا، كان ب 160. فالمهم هحط لكم اللينكات بتاعت كل حاجه اشتريتها تحت في الديسكربشن بوكس، والحاجات اللي مش هحط اللينكات بتاعتها هتبقى سولد اوت، فعشان كده مش هقدر ان انا احط لكم اللينك بتاعها. المهم في الفيديو دوت عايزه اجاوب لكم على بعض الاسئله اللي اتسالت لي كتير في الفيديوهات بتاع جوميا اللي قبل كده. اكتر حاجه كنت بتسال عليها اللي هو ازاي ان انا ممكن استخدم الكود. الموضوع بسيط قوي، بتخشي على الابلكيشن وبتختاري مثلا الحاجه اللي عجبتك. قميص مثلا بيبقى تحتيه زي مستطيل برتقاني مكتوب عليه باي ناو او اشتري الان. بعد ما بتشتريه بيتنقل على الترولي اللي بتبقى فوق على اليمين. تخشي على الترولي ديت هتلاقي الحاجات كلها اللي انت اخترتيها، وهتلاقوا في الاخر توتال السعر، وبعد كده زرار تاني مكتوب تحتيه complete your order، او يعني خلينا ننتقل الى الستيب اللي بعد كده. المهم بعد ما بتنقلوا الستيب بعد كده تقريبا بتختاروا طريقة الدفع، وتحت بيبقى محطوط كده زي مستطيل بيبقوا مكتوب عليه enter voucher، او ان انتوا تحطوا الكود اللي انا بديه لكم. فلما تيجي تحطوا الكود اللي انا بديه لكم تحت بتلاقوا الحسبة اللي هي توتال الحساب، وبتلاقوا الخصم وبتلاقوا الشحن وبتلاقوا الحاجات دي كلها. بعد كده بتدوسوا next وخلاص، ان بتجيلكم مسج ان انتوا الاوردر بتاعكم بيتجهز. سؤال تاني اتسأل لي، الشحن كام؟ ممكن الشحن يعني كوست او يتكلف. الاوردر بيختلف من طلب لطلب، ممكن ساعات بيبقى 20 جنيه، بيبقى 40 50 جنيه، ديبندز على البرودكت اللي انت مشترياه. في حاجه كمان مهمه عايزه اقولها، ان انتوا لو اشتريتوا من البرودكت اللي بيبقى مكتوب تحتيها جوميا اكسبرس، دي تقريبا الشحن بتاعها بيبقى فري. في برودكتس تانية بلاقيها على جوميا بيبقى مكتوب تحتها جوميا جلوبال، دي الكوست بتاعت الشحن بتاعتها بتبقى غاليه قوي وعاليه، لان ما بتبقاش اوريدي البرودكت موجوده في مصر وبتجيلكوا من بره مصر، فحطوا الموضوع دوت في عين الاعتبار. المهم حاسه ان انا عايزه اجاوب لكم على اسئله كتير، بس انا حاسه ان انا عماله اشرح مش بفتح البرودكت. خليني اوريكم جبت ايه كمان من عندهم. جبت اختراع اكشلي انا كنت بدور عليه من زمان. انا مبسوطه ان هو موجود هنا في مصر، واتمنى ان هو يكون موجود في كل الكوافيرات اللي في مصر. الجهاز دوت عباره عن واكس ماشين. يعني ايه واكس ماشين؟ يعني آلة الشمع. بدل ما تستخدمي السويت او الحلاوه او اي حاجه تانية، الجهاز دوت انا بالنسبه لي كنت دايما بستخدمه لان كنت عايشه في البحرين،
فكنت دايما بستخدمه بره لما كنت بروح الكوافيرات، كنت ده اللي كنت بستخدمه. قد ايه نضيف وسريع ومش بتحسي بألم وبيشيل كل حاجة في ثواني. فان انت تشتري الجهاز بتاعك الخاص ده اوبشن حلو. خليني افتحه معاكم واوريكم هو عامل ايه من جوه. هي عامله زي حله كده صغيره. الله، دول جايبين معاه الحاجات كلها، واو. بصوا، هو بيبقى زي الجهاز كده، ده الشمع اللي بيجي معاه ماشي. بس طبعا انتوا هتحتاجوا كميه اكتر من كده بكتير يعني. بتحطوا الشمع دوت جوه وبتشغلوه، وبعد كده الشمع دوت بيسيح، بتاخدوه بالعصايه ديت، تاخدوه كده اهو، وبعد كده مثلا تحطوه على ايديكوا كده، تفردوه على ايديكوا. وبيبقى فيه برضو زي بيبر واكس موجود برضو على جومي، انا شفته يعني باكت كده ب20 جنيه. بتحطوها بسرعه كده وتشيلوها، وبجد هتدعولي، جربوها وهتدعولي، لان نضيف وسريع ومش بيوجع وكده يعني، حلو قوي. سعرها كان في حدود 200. فلو انت بتجهزي، انا عارفين ان هي هتبقى حاجه من الحاجات الضروريه ان انت تجيبيها عندك في البيت. في كمان من جوميا حاطين لي ورقه فيها خصومات على المطاعم او محلات، زي 100 جنيه من شليز خصم، ومن مطعم اسمه ماما وكبابجي مصر كل ده خصم 100 جنيه، ومن محل شوجر خصم 100 جنيه برضو، وشوجر تاني وكده يعني. ثانك يو جوميا. برضو من الاسئله اللي اتسالت، ازاي لو انا ما عجبتنيش الحاجه اعمل ايه؟ كل اللي عليك تعمليه بتخشي على الابلكيشن بتاعتك في الاكونت بتاعك، بتلاقي قسم تحت بيبقى مكتوب عليه ماي اوردرز. بتخشي على الايتم اللي انت طلبتيها وبتعملي ريتيرن اوردر، فبتتصلي برقم اللاين بتاعهم وبتتصلي بيهم تقول لهم ان انا اشتريت البرودكت الفلاني وعايزه ارجعه واعمل له ريفاند. بيجي لك المندوب وبياخد منك الحاجه واكشلي انا ما رجعتش قبل كده فما عملتش ريفاند، بس هما هيتابعوا معاكي في الموضوع دوت، والموضوع بيبقى سهل وسريع. بعد كده جبت حاجه حلوه جدا من سيجما، جبت البرش بتاعتهم. طبعا اللي ما يعرفش، البراشز بتوع سيجما بالنسبه لي من احسن البراشز اللي استخدمتها. دي برش من البراشز المشهوره بتاعتهم، اسمها E35. دي بتبقى مينلي للبلندنج فوق العين، اسمها E35 tapered blending. خليني اوريكم عامله ازاي. طبعا تحفه، I love it I love it I love it. كفايه الباكجز بتاعتها اصلا يعني. البرش ديت ناعمه قوي، وتحس ان هي مش عارفه بيسموها ايه، اسمها pointed يعني كده جايه يعني مش عارفه اسمها ايه، وماسكه نفسها شويه، مش اللي هو تعملي كده تروحي يمين شمال. فدي حلوه لو انتوا عايزين بلندنج بريسايز يبقى دقيق. I love it ناعمه جدا على العين، مش بتشوك. انا لسه ما جربتهاش، بس طبعا مش محتاج، سيجما معروفه بالبرش بتاعتهم وخصوصا البرش ديت. خليني ارجع برضو لموضوع الاسئله. من الاسئله اللي اتسالت كتير، الاوردر بياخد قد ايه؟ بياخد من 2 ل3. وعايزه اديكم كمان تيب مهمه جدا في الموضوع دوت، ازاي تختاروا الحاجات اللي انتم ممكن تشتروها من على الويب سايت او الابلكيشن. بيبقى فيه على كل ايتم زي كده ريفيو معين. في ناس بتبقى اللي اشترت الحاجات ديت قبل كده بتحط ستارز او بتكتب كومنتس، فانتوا بيزد على الكومنتس ديت بتقدروا تحددوا اذا كان البرودكت هيبقى نفس الصوره او مش نفسها، فخدوا بالكم من الحته ديت. جبت كمان من ذا بالم الباليت ديت بيبقى فيها 3 هايلايترز، ومنهم هايلايت معروف جدا اللي هو ده، اللي هو ماريلو. دول السواتشز بتاعتهم، مش عارفه اذا كنتوا هتشوفوا ولا لا، او الاضاءه النهارده بشعه بصراحه، قامته جدا، الشمس غايبه. واخر حاجه جبتها من جوميا البرفيوم اللي انا فتحته اوريدي وجربته. البرفيوم دوت من ايفوريا كالفين كلاين. انا طبعا حطيته في العلبه تاني عشان يعني اعمل سيمي انبوكسنج. هو شكله عامل كده، وبصراحه شكله مش حلو قوي يعني شكله يعني العلبه كبيره قوي، بس البرفيوم الريحه بتاعته زمان يعني بتاع زمان، يعني اللي هو بتاع 10 سنين اشتريت برفيوم اسمه أنطونيو بانديراس. كانت الازازه بتاعته عامله زي شكل قلب ولونها احمر. البرفيوم ديت جبتها كنت تقريبا في الديوتي فري ومسافره، يعني جايه نازله في الصيف من البحرين لمصر، وجبتها. حبيت البرفيوم جدا، وبعدها بكام سنه رجعت عشان ادور على البرفيوم في كذا محل اونلاين
كل حته ما كنتش بلاقيها. كنت دايما بلاقي الانطونيو بانديراس اللي هي الرجالي، اما الانطونيو بانديراس الحمراء ديت ما كنتش بلاقيها لغايه اما من يومين وانا بجرب الافوريا اللي من كيلفين كلاين. يعني مش عايزه اقول لكم على مدى السعاده، تقريبا هي دي نفس البرفيوم بالظبط طبق الاصل، تحفه. خليني احط منها شويه دلوقتي كمان. وسعرها حلو جدا بالنسبه لاسعار البرفيومز عامه. يعني سعرها كان على جوميا ب 800، دي 100 مللي الفول سايز، تحفه. ريحتها تجنن. هي تقيله برضو، فيها نفس الستايل اللي هي التقل دوت، بس جايه على سويت اكتر من ان هي تبقى بودره. طبعا انا مش عارفه اوصف لكم، بس فخامه على نظافه على سويت على تقل كده يعني. وثباتها حلوه قوي. اول مره اجربها من يومين، امبارح وانا خارجه بيها لقيت واحده توقفني وبتقول لي ريحتك حلوه قوي، ايه البرفيوم اللي انت حطاه؟ ف كده كفايه خلاص. يعني معنى ان انا اتوقف واتسال من حد تسالني ايه البرفيوم اللي انا حطاه، فده معناه ان البرفيوم فظيع. دي كل حاجه جبتها من جوميا. هحط لكم كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس، وهحط لكم الكود الخصم اللي بيديكوا خصم 50 جنيه على كل 300 جنيه بتشتروها من قسم البيوتي او الفاشن. هكتبها لكم على الشاشه هنا وتحت في الديسكربشن بوكس كمان. ولو عندكم اي اسئله حابين تسالها لي تحت في الكومنتس. وتقريبا بس هو ده اللي عايزه اقوله. تقريبا هي دي اكتر الاسئله اللي كانت بتجيلي عن جوميا. يا رب اكون جاوبت عليها كلها وتكونوا فهمتوا الدنيا عامله ازاي بالظبط. لو عندكم اي اسئله تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وان شاء الله هحاول اجاوب على كل اسئلتكم وبس. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس تحت الفيديو دوت، وتعملوا لي فولو على انستجرام ولايك على الفيسبوك. واشوفكم الفيديو اللي جاي، وباي باي.